تخيل معايا كده يا صديقي لو تقابل واحد يقولك أنا جايلك من المستقبل أو من الماضي، أو كنت بشرب قهوة مع الملك فاروق، أو إنك تشيل في إيدك حديدة حد بيكلمك فيها وتتواصل معاه، والحد ده ممكن يكون في بلد تانية أو في محافظة تانية أو ولاية تانية، ويحكي لك عن تكنولوجيا أنت لسه معصرتهاش. يا ترى رد فعلك هيكون ايه؟ تعال احكي لك شوية قصص السفر عبر الزمن. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان ده هيخليني اقدم لكم كل جديد. اول مشهد معانا المرأة الغامضة في فيلم السيرك لتشارلي تشابلن عام 1928، والغريب في الامر ان الست اللي كانت في المشهد دي كانت شايلة زي حتة حديدة وبتتكلم. تخيل كده عام 1928 تلاقي حد شايل حتة حديدة بيتكلم فيها، اكيد في الوقت ده هتقول البني ادم ده مجنون. والمشهد ده لحد دلوقتي محدش يعرف ايه السر بتاعه او حصل ازاي، واثار تساؤلات ياما جدا. تاني حاجه عندنا قصه فيكتور جودر، هو طيار بريطاني كان مكلف ان هو يفحص مطار مهجور في مدينه بريطانيه عام 1934، ولما وصل المطار لقى المطار متهدم ومهجور، وكتب كل ملاحظاته كل التقارير المطلوبه عن المطار ده. لما ركب طيارته عشان يرجع مره تانية لقى ان في امطار وعواصف وغيوم، فده خلاه يرجع تاني عشان ما يخاطرش بحياته ويستنى لحد ما الامطار والعواصف دي تهدى. الغريبه وهو نازل بالطياره لقى ان الغيوم دي بتروح والامطار دي بتختفي، بدات الشمس تطلع، لقى المطار المهجور ده اتملى ناس وعمال لابسين بدل زرقاء وطيارات لونها اصفر، واللحظه ظن ان هو بيخطرف او بيهلوس، وده كان غريب بالنسبه له. اي حد لو مكانه هيستغرب. غريب بقى ان الطيارات الصفراء دي كانت من طراز مايلز ماجستير. الطيارات دي اصلا صنعت لاول مره عام 1937، هو كان اصلا في عام زي ما قلنا 1934. مع العلم ان فيكتور جودر كان طيار عسكري عنده علم بكل انواع الطيارات، كل الخبايا بتاعتها. هل فعلا فيكتور جودر راح للمستقبل بعد الزمن بتاعه ب3 سنين وجا حكى الحاجات دي، ولا هو عاصر تكنولوجيا كانت بتتصنع وهو ما يعرفش عنها اي حاجه؟ القصه اللي معانا التانية، كان في يوم من الايام موظفين الجمارك وقفوا راجل في المطار طوكيو في اليابان، وكان باين على الراجل انه مرتبك، وعرفوا من كلامه ان اللغه الام بتاعته هي الفرنسيه. ولما سالوه انت جيت منين، قال لهم ان هو كان مكان اسمه تورت. تخيل ان حد يقولك اسم مكان مش موجود اصلا. كانوا اول مره يسمعوا عن الاسم ده، طلبوا منه انه يعرفهم اكتر عن المكان. قال لهم ان هو مكان بيقع ما بين فرنسا واسبانيا، وانها موجوده اصلا من الاف السنين. بسبب استغرابهم ورد فعلهم الراجل كان متنرفز ومتضايق جدا، وطلع لهم جواز السفر. وجواز السفر فعلا كان جواز حقيقي من دوله اسمها تورت. فطلبوا منه ان هو يشاور لهم على بلد دي في الخريطه، شاور لهم فعلا على مكان بين فرنسا واسبانيا، وطلع المكان ده هو دولة أندورا. ده خلاهم يستغربوا أكتر، ورجعوا فعلا يدوروا لقوا إن أندورا كان في بلد مكانها اسمها تورت. خدوه في غرفة وحبسوه، خلوا عليها حراس، مع العلم إن الغرفة دي كانت في مكان عالي وصعب الهروب منها. جم بعد شوية عشان يفتحوا عليه ويشوفوه، لقوه اختفى، واختفت معاه الحاجات اللي جات معاه كمان. مش بس هو اختفى، حتى الحاجات اللي كانت بتدل على كلامه أو كانت بتدل على هويته اختفت معاه، ملوش أي أثر. إيه رأيك في اللي حصل؟ يا ترى إيه الحكاية؟ القصة الأخيرة معانا، في يوم من الأيام واحدة ست صحت من النوم وكان اسمها لينيا جارسيا، وهي كانت من أسبانيا. لقت إن البيت بتاعها زي ما هو، بس الغريب إن كان العفش مترتب بطريقة مختلفة، والأغرب إن جوزها اختفى. المهم ده خلاها تتصل بقرايبها وأهلها واللي حواليها، تسأل عن جوزها ويا ترى هو راح فين. الأغرب بقى إن محدش كان عارف أصلا الراجل ده مين. اضطرت إن هي تقدم بلاغ للشرطة وتديهم البيانات، والغريب برضو إن الشرطة ما لقتش ليه أي بيانات أو أي وثائق تثبت إن الشخص ده من الأساس موجود. أهلها شكوا في صحة عقلها وقالوا إن هم يودوها لطبيب نفسي، لعلها بتهلوس أو بتخطرف. هي نفسها كانت مصدومة ومستغربة، حتى كمان كانت بتقول إن أختها عملت عملية في كتفها، حتى ده طلع فعلا ما حصلش. النتيجة النهائية في الآخر قالوا إن هي ممكن تكون راحت عالم موازي وشافت حاجات هي مش موجودة في العالم بتاعهم ده. يا ترى انتوا شايفين ان هي كانت بتهلوس وبتخرف، ولا فعلا في حاجة اسمها عالم موازي او سفر عبر الزمن؟ ان شاء الله المرة الجاية هنحكي قصص اكتر وهنستمتع اكتر. اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو وتتابعوا معايا كل جديد، تشجعوني ان انا اكمل معاكم. شكرا ليكم. كان معاكم حكم.